السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معاكم في فيديو جديد في قناة مطبخي نص حياتي. النهاردة هنعمل فراخ سريعة جدا وسهلة جدا، لما تقولي كده مشوية بس على البوتاجاز. هتعمليها بطريقة سريعة عشان الستات اللي بتشتغل والمدارس اللي احنا فيها طبعا الوقت كله ضيق، فكلنا بنعمل اكلات سريعة. دول وركين كبار غسلتهم كويس وقطعتهم، وغسلتهم كويس بالليمون والخل والدقيق وشطفتهم كويس. والمقادير بتاعتنا التوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها: ملح وفلفل وكمون وبهارات الفراخ ورق لوري، وفلفل اخضر متقطع، وبصلايه متوسطه مش كبيره قوي متقطعه، وتوم وفرم عليه قرن فلفل حامي، وطبعا الصلصه بتاعتنا. ونجيب الصينيه بنحطها على البوتاجاز وفيها ماده دهنيه، ونحط فيها الفراخ علشان تاخد صدمه وتاخد لون. الوركين كان ما شاء الله حجمهم كبير، فعملوا وجبه كويسه، وجبه رئيسيه كويسه. وممكن تعملي في حله لو انت عايزه، يعني حله او صينيه مش فارقه. انت كده حطيتيها هتاخد صدمه بقى وتاخد لون معاكي على البوتاجاز. وبعدين اما تقلبيها، على ما تاخد لون على الجهه تقلبيها على الجهه التانية عشان تاخد لون برضو على الجهه التانية. شوفي الريحه بتاعتهم ما شاء الله، ريحه جميله فظيعه فظيعه، الريحه جباره وجايبه من اول البيت لاخره من جمالها. ونقلبها بقى على الناحية التانية عشان تاخد لون كمان، عشان تاخد الصدمة وتاخد اللون وتاخد الطعم والريحة اللي تجنن ما شاء الله. ولا تحتاجي فرن ولا تحتاجي حاجة. وعشان الغلا اللي احنا فيه ممكن انت تقطعي الفراخ برضو لكذا جزء عشان خاطر تعمل معاكي وجبة كويسة. كده هي خلاص خدت اللون الجهة التانية كمان. نضيف بقى الاضافات بتاعتنا كلها معاها. هنجيب التوابل بتاعتنا وننزل بيها. دي ملح وفلفل وكمون وبهارات فراخ وورق اللوري بتاعنا اللي احنا كنا جايبينه في المقادير. وبعدين نجيب التوم بتاعنا وعليه شطه حاميه، بس انا ما حطيتش التوم كله عشان لقيت التوم كتير، هو يدوب فصين 2 بس. وبعدين ننزل بالبصل والفلفل الاخضر من غير ما تشوحيه، من غير ما تشوحي بصل ولا تشوحي حاجه عشان ما تبقاش حاميه قوي في الاكل. لما بتبقى ني كده بتبقى طعمها مسكره وحلوه. وتنزلي بالصلصه بتاعتك على وش الفراخ كده، توزعيها على وش الفراخ عشان تدي للفراخ طعم. وبعدين نجيب نص كوبايه ميه او كوبايه الا ربع ميه بالكتير مش اكتر، اهي نص مج ميه بتاع الشاي، وننزل بيه على الفراخ من جنب كده علشان تسيب التوابل على الفراخ زي ما هي والطماطم تدي لها طعم حلو. وتقومي مغطيه عليها وتهدي عليها البوتاجاز شويه، لان هي طبعا متحمره نص تحميره فبتديكي نص سوا. فانت تسيبيها على البوتاجاز شويه مسافه ربع ساعه كده وتلاقيها ما شاء الله بالهنا والشفا. ودي الريحه بتاعتنا والطعم اللي يجنن والشكل الجنان الجنان. بصراحه فراخ كان طعمها حلو قوي والله، كانت جميله ولا غلطه فيها. ده الصوص بتاعها، شوفي الصوص بتاعها جميل ازاي، شوفي الصوص عامل ازاي، بتكليب الرز بتكليب العيش زي ما انت عايزه. ودي الفراخ بتاعتنا طعم وريحة، ولا فرن ولا تدخني ولا تعملي، بس حاجة اقتصادية وسريعة وجميلة. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير للفيديو.